بصوا يا حبايبي، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ بصوا هنعمل كشري مصري بالعكس الجبن والمكرونه كده الصوره بتاعت الصلصه، وهنا البصله بتاعت التقليه اللي هنطلع منها للرش. وبعد كده هوريكم هنعمل ايه. ودي الميه بتاعت المكرونه هتتسلق فيها المكرونه. بصوا يا حبايبي الطماطم اتعمل، نحط الطماطم، نحط لها بقى ايه ملح وفلفل اسود وكمون، صلصه بتاعت الكشري. هنحط العدس والميه للزيت وشويه بصل يستوي، وبعدين نحط الرز. قلنا الصلصه اهي لسه هتغلي اهي. هنحط الكمون، فلفل، ملح. اما يستوي نحط الرز وراكم. طيب الميه غلت هنحط المكرونه بس تتقلب، وحطينا ملح فيها بصوا يا حبايبي يعني هنحمر الشعريه بتاعت الكشري، هنحطه هي والرز على فوق العدس. نحمر الشعريه تبقى دهبي حلوه، انا حاطينها هي والرز على العدس. حبايبي نحط الشعريه، نحط الرز، بس اما يستوي بقى نوطي عليه. تقليه فوق الوش، المكرونه اهي والكشري من تحت وسلطه القوطه والشطه اللي هنحطها على الكشري. اتفضلوا تعالوا كلوا. لايكات يا حبايبي، اشتراكات، شير، واتفضلوا تعالوا كلوا بألف هنا والشفا. جميل قوي.